عارف يعني إيه قلبك يدق؟ حاجة عادية، صح؟ بس تخيل لو النبض عندك مش بس حياة، دي كمان فلوسك وقوتك وسرك اللي الكل عايز ينهشه. كان آدم شاب عادي من حي شعبي، شغال في محل موبايلات، حياته كلها روتين، شغل، بيت، شوية صحاب على القهوة. بس في يوم وهو راجع متأخر من الشغل، قابل راجل غريب لابس جلابية سودة، عينه بتلمع كأنها نار، وقال له جملة واحدة: لو زهقت من فقرك امشي ورايا، هوريك مدينة ما فيهاش فلوس، فيها نبض. آدم ضحك وقال في نفسه: ايه الهري ده؟ بس خطوته اتعلقت زي ما يكون في حاجة بتشده، وما خدش باله غير وهو ماشي ورا الراجل، شارع ورا شارع، لحد ما دخلوا حارة ضلمة. وفجأة الدنيا لفت بيه، وصحي لقى نفسه واقف قدام بوابة ضخمة محفور عليها قلوب بتدق. صوت جه من بعيد: مرحب بيك في مدينة النبض، هنا كل حاجة بتدفع بدقات قلبك. كان الليل ساكت بطريقة غريبة، الشوارع فاضية إلا من صوت كلب بينبح بعيد، وأنوار الأعمدة اللي بتنور وتطفي كأنها بتتعب من الوقفة. آدم ماشي وهو شايل هم الشغل، يوم طويل في المحل وزن زباين وصاحب الشغل اللي عمره ما بيرضى. امتى بقى الواحد يعيش حياة عدلة؟ قالها وهو بيبص في السما، نفس السما اللي مش فارقة معاه بقالها سنين. دخل الحارة الضلمة اللي بيمر منها كل يوم، حارة مشهورة إنها أقصر طريق للبيت. بس النهاردة الحارة شكلها مختلف، كأن الضلمة فيها أتقل والهوا ناشف. آدم شد نفسه وقال: ايه الهري ده؟ يلا يا عم خلص. وفجأة وقف قدامه راجل لابس جلابية سودة طويلة، دقنه بيضة وعيونه منورة بنور غريب، مش نور عادي، كأنها جمرة. آدم اتجمد مكانه وقال: ايه ده؟ انت مين؟ الراجل قرب بخطوة، صوته غليظ بس هادي، وقال: لو زهقت من فقرك تعال ورايا، هوريك مدينة ما فيهاش فلوس، فيها نبض. آدم ضحك بس ضحكة عصبية، وقال: نبض؟ يعني ايه نبض؟ انت جاي تهزر معايا بالليل؟ الراجل مردش، لف وبدأ يمشي جوه الحارة. الغريب إن رجليه كانت بتتحرك كأنها مش لامسة الأرض. آدم وقف، عقله بيقول: امشي يا عم وخليك في حالك، بس قلبه حس بحاجة غريبة، كأن في خيط بيشده. خطى خطوة وبعدين خطوة كمان، لحد ما لقى نفسه ماشي ورا الراجل. الحارة طولت، البيوت بقت أقدم، الشبابيك متكسرة، والأنوار بتقل واحدة ورا التانية، لحد ما وصلوا لباب ضخم جدا محفور فيه قلوب كتيرة، قلوب كأنها بتدق ببطء، صوتها مسموع. آدم وقف مذهول. ايه ده؟ الباب ده ما كانش هنا قبل كده. الراجل لف وبصله: دي بوابة مدينة النبض، هنا مش هتشتري بحاجة غير بدقات قلبك. آدم حس بالخضة وعاوز يرجع، بس رجليه ما قدرتش تتحرك. الباب فتح لوحده والجو اتغير، ريحة غريبة دخلت من فتحة الباب، خليط بين ورد دبلان ودم قديم. وصوت جه من جوه، صوت مش واضح إذا كان راجل ولا ست. ادخل يا آدم، أول دقة ليك على حسابنا. آدم اتجمد بس لقى نفسه بيعدي، وفجأة نور ساطع غطى عينيه، وبعده الدنيا كلها اتشقلبت. آدم حس الأرض بتتهز تحت رجليه، زي ما يكون داخل في نفق من نور. سقف عالي، جدران عليها رسومات قلوب بتدق، وكل ما يمشي خطوة يسمع صوت. ولما عينه اتعودت على النور، لقى نفسه واقف في ساحة واسعة جدا، مباني شبه القصور، بس معمولة من حجارة لونها غريب، رمادي غامق بيلمع كأن فيه دمعة جوه. والناس، الناس
مئات يمكن آلاف ماشيين في الشوارع لابسين لبس غريب شبه اللبس العربي بس مختلف، كله مزخرف بقلوب صغيرة. آدم اتخض وحط إيده على صدره، قلبه بيدق بسرعة، وفجأة لقى جهاز معدني صغير نازل من السما شبه ساعة ركبت لوحدها على إيده. ولما بص شاف شاشة عليها رقم 120. إيه ده؟ إيه الرقم ده؟ واحد معدي شافه بيبص على الساعة، ضحك وقال: مبروك يا غريب، دي رصيد نبضك، كل نبضة عندك زي فلوسنا هنا. آدم اتلخبط. إيه؟ يعني إيه فلوس؟ يعني أي حاجة هتعملها هنا، أكل، شرب، نوم، حتى الكلام، لازم تدفع بالنبض، كل حاجة بسعرها، ولو خلص رصيدك تموت. آدم اتجمد مكانه، قلبه وقع، عاوز يصرخ سيبوني أرجع، بس لما لف وراه مفيش باب، الساحة كلها مقفولة والبوابة اللي دخل منها اختفت. جات له واحدة ست لابسة عباية حمرة طويلة ووشها مغطى بنص قناع، صوتها فيه هيبة. انت جديد مش كده؟ آدم بلع ريقه. أيوة، أنا كنت في طريقي للبيت، فجأة لقيت نفسي هنا. كل اللي هنا جاي كده، مفيش صدفة، مدينة النبض بتختار. طيب أرجع إزاي؟ اللي يدخل صعب يخرج، إلا لو عدى الاختبار. اختبار؟ كل غريب لازم يثبت إنه يستاهل يعيش هنا، ولو خسر يدفع كل رصيده. وفجأة رفعت إيدها أشارت على ساعة آدم، لقاها نقصت 119. آدم اتفزع. إيه ده؟ ليه نقصت؟ علشان انت سألت سؤال. إيه؟ يعني حتى الكلام عليه حساب؟ كل كلمة هنا ليها تمن، اوعى تهدر دقاتك على الفاضي. آدم وقف مذهول، قلبه بيرتعش وبدأ يفكر: لو كل حاجة بفلوس، النبض، وأنا جاي أصلا تعبان، أعيش إزاي هنا؟ وقبل ما يكمل تفكيره سمع طبول ضخمة بتدق في المدينة كلها، والناس فجأة وقفت مكانها وسكتوا. صوت جه من بعيد من برج عالي في نص المدينة: أيها القادم الجديد، جه وقتك، أول اختبار ليك دلوقتي. الحق روح على الساحة الكبيرة، لو اتأخرت هيتحسب عليك دقات زيادة. آدم جري وهو سامع قلبه بينط من صدره، والرقم على ساعته بينزل 118 117 116. آدم جري مع الناس اللي رايحة ناحية الساحة الكبيرة. الساحة كانت شبه مدرج روماني، دواير حجرية عالية، والناس قاعدين يتفرجوا من فوق زي ما يكونوا جايين يتسلوا. وفي النص أرض واسعة مفروشة بالرمل، وعمود ضخم فوقه جرس أسود بيلمع. آدم وقف يتنفس بسرعة، قلبه كان بيدق بجنون. بص للساعة لقاها واقفة على 112. أنا لسه ما دفعتش حاجة، ليه بتنقص؟ اللي جنبه واحد ضخم لابس صدرية جلد: كل ما قلبك يدق أسرع تخسر رصيد أكتر. هنا الرعج والفزع بيكلفك زي الأكل والشرب. آدم حس إن الدم بيتسحب من وشه. فجأة ظهر راجل واقف على برج صغير جوه الساحة، لابس عباية سودة طويلة ووشه متغطي بالكامل بقناع على شكل قلب. صوته جه مرعب: أيها القادم الجديد، هنا القانون واضح، علشان تعيش في مدينة النبض لازم تثبت إنك تستحق. أول اختبار ليك اختبار بسيط. الناس سكتوا والكل بص لآدم. آدم صرخ: أنا مش عايز أعيش هنا، أنا عايز أرجع بيتي. الصوت رد: الرجوع تمنه أغلى من البقاء. دلوقتي قدامك دقيقتين بس تضرب الجرس اللي فوق العمود. لو نجحت هتاخد 50 دقة إضافية، لو فشلت رصيدك كله هيتسحب.
آدم بص للعمود، عالي جدا، مش أقل من 6 أدوار. سطحه ناعم، مفيش مسامير ولا حبال، مستحيل يتسلق. الناس بدأوا يضحكوا ويتهمسوا، مش هيعرف يوصل، ده شكله هيموت من أول يوم. الغرب دول دايما بيتصرفوا بغباء. آدم حس بالذل، عينه دمعت، بص للساعة لقاها 110، كل ثانية بتنقص. لازم أفكر، لازم أعمل أي حاجة. بص حواليه، لقى على الأرض حتة حجر صغيرة، مسكها وحدفها ناحية العمود. الحجر خبط ووقع، مفيش فايدة. الصوت جه تاني: الدقيقة الأولى خلصت، عندك دقيقة واحدة بس. آدم مسك دماغه، قلبه هيقف، وبص للناس، الكل بيتفرج كأنهم بيتسلوا في سيرك. وقتها لمح راجل عجوز قاعد في الصفوف الأولى، أشار له بهدوء وبحركة بسيطة كأنه بيقول: اسمع قلبك. آدم قعد مكانه وحط إيده على صدره وغمض عينه، قلبه بيدق. فجأة حس كأن الأرض تحت رجليه بتتهز مع كل نبضة. بص للساعة، الرقم وقف عند 108. آدم جري فجأة ناحية العمود وحط إيده عليه، والعجيب إن سطح العمود بدأ يطلع موجات صغيرة بتتحرك مع نبض قلبه. كل ما قلبه دق أقوى، الموجة ارتفعت أعلى لحد ما شالته، وكأنه بيقفز درجة بدرجة. الناس اتصدمت وبدأوا يزعقوا: إزاي بيعمل كده؟ مستحيل، ده لسه جديد. آدم طلع بسرعة، عرقه سايح بس عينيه مركزة، لحد ما وصل فوق مد إيده وضرب الجرس. صوت مدوي غطى الساحة كلها. الناس قامت تسقف، بس مش إعجاب، تسقيف غريب، في سخرية ورعب في نفس الوقت. الصوت من البرج رجع: نجحت يا غريب، حصلت على 50 دقة إضافية. آدم بص للساعة، بقت 158. نزل من العمود وهو لسه مش فاهم إيه اللي حصل، بس في عينه كان في خليط بين خوف وأمل صغير. الراجل العجوز اللي لمحه من بعيد ابتسم ابتسامة خفيفة وقال بصوت مسموع: مرحبا بيك في اللعبة يا ابن المدينة القديمة. آدم وقف متجمد، مدينة قديمة؟ هو يعرفني؟ بعد ما نزل آدم من العمود، رجليه كانوا بيرتعشوا، عرقان ومصدوم من اللي حصل. بص حواليه، لقى عيون الناس كلها مركزة عليه، بعضهم مبهور والبعض التاني غاضب، كأن نجاحه ضايقهم. الراجل بالقناع اللي واقف في البرج رفع ايده: الغريب أثبت نفسه، بس دي مجرد البداية، الاختبارات لسه طويلة، دلوقتي ياخدوه لسوق النبض. اتفتح باب ضخم في جنب الساحة، وخرج منه حراس لابسين دروع معدن لمعة مرسوم عليها قلوب. واحد فيهم مسك آدم من دراعه وقال: اتحرك. آدم حاول يقاوم: هتودوني فين؟ الحارس بص للساعة اللي في إيده. آدم لاحظ إن الرقم نقص 157. الحارس ضحك بسخرية: حتى سؤالك دفعته من دقاتك يا غريب. آدم عض على شفايفه ومشي غصب عنه. لما وصل اتفاجئ إن السوق ده أكبر من أي سوق شافه في حياته، محلات على شكل أقفاص حجرية، وكل واحد فيهم بيلمع من جوه بنور أحمر. النور مش جاي من لمبات، النور جاي من قلوب، قلوب حقيقية محطوطة في قوارير زجاجية، كل واحدة بتنور حسب سرعة دقها. الباعة بينادوا: كوب مية بنبضة واحدة، خبز طازة 3 نبضات، معلومة سرية 5 نبضات بس. آدم وقف مصدوم، قلبه تقيل في صدره. يعني لو جعان أو عطشان لازم أديهم من نبضات قلبي؟ طب لو خلصوا؟ آدم اتلفت،
لقى الراجل العجوز اللي شافه في الساحة. كان لابس جلابية سودة وماشي بعكاز خشب، بس عينه نفس العين اللي حس بيها أول مرة، عارف حاجة مش مفروض يعرفها. انت مين؟ وليه ساعدتني هناك؟ اسمي رحيم، والمدينة دي ليها زمن طويل مستنية واحد زيك. واحد زيي؟ أنا مجرد واحد فقير من حي شعبي، لا معايا فلوس ولا أي حاجة. بس معاك حاجة أغلى، قلبك، والمدينة بتحب القلوب النقية. أنا مش فاهم حاجة، إزاي أنا هنا؟ كل غريب بيتسحب لمدينة النبض لسبب، مفيش حد بيدخل صدفة، حتى اللي ماتوا جات لهم البوابة في يوم زيك. ماتوا؟ يعني في ناس دخلوا وماتوا هنا؟ اللي بيخلص رصيده بيموت فوراً، جثته بتختفي، وساعتها النبض اللي باقي فيه بيتحول لطاقة تغذي المدينة. آدم حط إيده على صدره بقوة. الرقم على ساعته كان لسه 157، بس مجرد فكرة إن الرقم ده ممكن يوصل صفر رعبته. رحيم قرب وقال: اسمع يا آدم، لو عايز تعيش لازم تتعلم قواعد المدينة، وإلا هتنتهي أسرع مما تتخيل. رحيم خد آدم وقعده في زاوية السوق بعيد عن الباعة وقال له: مفيش حاجة بتعدي من غير تمن. كلامك، أكلك، شربك، حتى خوفك بيستهلك نبض. أي غريب جديد لازم يعدي سلسلة اختبارات، كل اختبار أصعب من اللي قبله. اللي ينجح بيكسب دقات زيادة، واللي يخسر بينتهي. تقدر تبيع ذكرياتك، أسرارك، أو حتى مشاعرك مقابل دقات، بس كل حاجة بتبيعها ما بترجعش. مفيش طريق خروج إلا بعد آخر اختبار، ومحدش رجع من سنين طويلة. آدم قعد مش قادر يصدق. يعني أنا محبوس هنا؟ ممكن تقول كده، لكن في سر يخليك مختلف عن غيرك. سر؟ سر إيه؟ رحيم قرب وهمس في ودنه: انت مش أول واحد من عيلتك يدخل المدينة، أبوك كان هنا قبلك. آدم حس إن قلبه وقع. أبويا؟ هنا تنتهي الحلقة الأولى. نلقاكم في الحلقة القادمة.